من أصبح منكم آمنا في سربه. آمنا في سربه يعني في بيته، عنده بيت آمن فيه، مش زي مثلا اخواتنا في غزة اللي قاعد في خيمة واللي قاعد في الشارع واللي مش عارف ممكن يحصل له ايه النهاردة أو بكرة أو كذا. معافى في جسده يعني صحته كويسة، عنده قوت يومه، يعني عنده الأكل بتاعه النهاردة، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عنده بس البيت، السكن، وعنده الأمن اللي هو عايش فيه، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أعتبر الحديث ده المفروض يكون كل واحد يكتبه يعني قدامه في حاجة يشوفها طول الوقت، بجد والله حديث مهم جدا 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 جدا. عاوز تعرف قيمة النعم اللي انت فيها؟ ادخل مستشفى، ادخل مستشفى، شوف الناس المريضة في المستشفى عايشين ازاي. عاوز تشوف تعرف قيمة النعمة اللي انت فيها؟ بص على غزة، بص كده يعني، بص. عارف ان احنا قلبنا بيتقطع وبنضعف في كل حاجة، ولكن من وقت للتاني بص شوف اخواتنا في غزة عايشين ازاي. شفنا ان في ناس بتموت من الجوع، فتخيل انت ما شاء الله عندك الاكل بتاع النهارده، عندك اكل النهارده، ما تسالش ربنا على اكل بكره. يعني هو هيجي لك رزق بكره، انت مش عارف بكره هيكون في ايه. ممكن يكون ربنا، يعني انت ممكن تكون عاوز مثلا بكره، هنقولها بالجنيه مثلا، عاوز مستني 100 جنيه، عاوز 100 جنيه، ممكن ربنا يكون عاين لك الاكتر من ده. ولكن بس انت خليك مع ربنا واحمد ربنا، ما نزلش ابدا على دينك واسلامك وكرامتك. دي حاجات ما بتشتراش.